السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. غسالة الأطباق ومشاكلها. أحيانا واحدة تيجي تقول والله أنا القرص بتاعي ليه كله ما دبش. طب ليه الأطباق بتاعتي طالعة مش نظيفة؟ طب ده الأطباق قبل كده كانت بتطلع نظيفة ودلوقتي مش نظيفة. طيب، بصي، أول حاجة خلينا متفقين إن انتي بلاش تدخلي الغسالة، يعني بلاش تشطفي الأطباق بشكل كامل قبل ما تدخليها الغسالة. يعني مطلوب منك بس تجيبي منديل كده، او بايديكي تشيلي بواقي الاكل الموجوده في الاطباق. عندك طفل شاي شيليه، عندك القهوه شيليها، لو في دهون كتيره جدا ماشي دي تحت الميه السخنه وشيليها. لكن لو انت غسلت الاطباق بشكل كامل، في سنسور في الغساله بيحس بمدى نظافه او عدم نظافه الاطباق دي، فعلى هذا الاساس يبدا يشتغل. فلما يلاقي ان الاطباق شبه نظيفه، فهو قوه الغسيل بتاعه الغساله هتبقى ضعيفه. في الاخر الموضوع هيبقى بالعكس، يعني الاطباق على الرغم انت مدخلاها نظيفه يقول لك ده ما نضفتش. فبعد كده مطلوب منك بس تشيلي بواقي الاكل كويس جدا. تبصي على الفلتر بتاعك كل اسبوع، او بعد غسلتين، او كل غسله او بعد الغسلتين على حسب. وبس كده، وان شاء الله الغساله بتاعتك تعيش فتره اطول. كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.